انا جيت. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة روتين يوم جديد، يوم مشمس. الشمس النهاردة قمر طالعة كده ومزقزقة، فقلت انشر حاجتي واظبط دنيتي كده وابدأ يومي النهاردة على خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يلا نبدأ روتيننا النهاردة بكل طاقة وتشجيع ان شاء الله. بدأت يومي كده، فتحت للشمس وصبحت عليها، يا حلو صبح يا حلو طل. شغلت إذاعة القرآن الكريم ودخلت بقى حطيت حبة غسيل كده حلوين عايزين يتغسلوا. أنا هبدأ اليوم النهاردة بالغسيل لأن عندي بصراحة غسيل كتير جدا، فهلم بقى كده وانقط بقى الفواتح لوحدها والحاجات دي لوحدها. فلقيت بصراحة الفواتح مش كتير، فهبدأ اللي أنا آخد حاجات ملونة، حاجات أورانجات على أزرقات كده يعني. النهارده هستخدم اوكسي زي ما اتفقت معاكم من المره اللي فاتت، طلعت ريحته عالميه، ريحته حكايه. النهارده انا صاحيه من بدري، لسه ما صحتش ولادي، يعني قلقت كده من 7 الصبح. فتحت الانتريه عندي وشغلت اذاعه القران الكريم ودخلت حطيت الغسيل، وقلت اما اظبط كام حاجه كده في البيت قبل ما اصحيهم للحضانه. عندي بصراحة مواعين كتيرة جدا جدا مغسولة ومحتاجة اللي هي تتعان في الأماكن بتاعتها. فأنا لما بلاقي وقت عندي اللي أنا متشجعة كده ببدأ بيهم صراحة، عشان طبعا الحاجات دي بتاخد وقت، مش اللي انت بتحطي كده وخلاص. لا، أنا هقولك بقى دلوقتي أنا بعمل إيه. بس أهم حاجة صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حط اللايك الجميل وتعالي بقى يلا نتشجع كده ونتنشط. في البداية انا بشيل الحاجات اللي في الصفايه كلها وبصفي الميه منها زي ما انت شايفه كده. ببدا بقى واحده واحده اروح اعين الحاجات يعني في الاماكن بتاعتها. في ضرفه مثلا تكون متروقه، بس في ضرفه تكون مش متروقه، فاللي مش متروق بقوم مروقاه. من الاخر اللي بلاقيه محتاج يتعمل بقوم عاملاه على طول. هنا الضرفتين دول على طول ايدي فيهم، دايما حاطه فيهم الحلل اللي انا بستخدمها كتير، فبرجعهم كده زي ما انت شايفه للاماكن بتاعتهم، بيبقوا زي الفل وزي العسل. لكن الضرفة دي متبهدلة، المفرش متشال من مكانه، الحاجة عايز تتشال تتلمع تتحط كده من أول ونضيف. فتحس كده اللي انت ايه، أنا محتاجة باور عشان أعرف أعمل الحاجات دي. أوقات بحط الحاجة صراحة كده لأن بيبقى عندي شغل كتير جدا، لكن في أوقات تانية ببقى بقى اللي هو ايه، في رواقة لسه مفيش دوشة بقى من العيال الصبح، ولا ماما هاتي ولا ماما اعملي ولا الكلام ده كله، فبشتغل بقى كده على الرايق. دايما لما باجي اشتغل في بيتي بحب ان انا اشتغل والولاد يا اما نايمين يا اما مش موجودين في البيت، في حضانتهم مثلا او في الدروس او في الحاجات دي. بحس كده يعني براحه شويه لان هم زنانين شويه وبيصدعوني، فانا فطبعا الواحد ايه ما بيصدق ان هو العيل مثلا هينزل، تقومي انت كده تنجزي الحاجه دي بدل ما تقعدي فيها ساعه، يا دوب هي ربع ساعه وهتلاقي كل حاجه بقت زي الفل وزي العسل. قومي يلا تشجعي معايا تنشطي معايا. طبعا مش عاوزاكي كسلانه، طبعا عاوزاكي متشجعه، مش عاوزاكي قاعده كده وخملانه كده وملكيش مزاج تعملي حاجه، لا ابدا. ورقه وقلم وشوفي انت وراكي ايه، اكتبي هصبح على الشمس، اكتبي مثلا هشغل القران، اكتبي هروق المكان اللي انا بقعد فيه يوميا زي الانتريه زي اوضه الولاد زي اوضه المعيشه زي الريسبشن. شوفي انت المكان اللي انت يوميا بتقعدوا وتسهروا فيه. تالت حاجه ادخلي على المطبخ، بصي على المطبخ، البوتاجاز عاوز يتعمل، حبه مواعين عايزه تتعمل، حبه مواعين زي ما انت شايفه كده عايزين يتعانوا في الاماكن بتاعتهم ويكونوا كده بشكل لذيذ وحلو. مثلا تعملي فطار كده لذيذ تصحي ولادك تبداوا ان انتوا تفطروا. بصراحه وقت الصبحيه ده لو ما دخلتهوش كده في حاجه منجزه ومثمره هتلاقيه ضاع منك، واحلى شغل فيك يا يوم هو وقت الصبح صراحة. طبعا هنا بقى عندي شوية بلاستيكات، حاجات متعانة في الظرف وحاجات عايزة تتعان في الأماكن بتاعتها، فشمرت بقى وقلت يلا عينيهم كده بشكل حلو ويكون شكل منظم. في الغالب العلب بتبقى عاملة لنا أزمة، فأنا بصراحة مفضية ضرفة كاملة للبلاستيكات وللعلب، العلب التلاجة والكلام ده كله. يعني مثلا هنا انا حاطه الطبق الكبير ده وحاطه كل اللي هي البلاستيكات المدوره كلها في قلب بعضها كده عشان طبعا ما ياخدوش مكان. وعندي بتاع رز كبير كده بتاع بغسل فيه رز، مجمعه فيه كل الغطيان بتاعه العلب. في طبعا دول مثلا لا بحطهم بالغطيان بتاعتهم، هم ليهم مكان يعني. واللي بلبسهم في قلب بعضهم دول بحط الغطيان. في تانيين ما بينفعش ان انا احط الغطيان فبجمعهم كلهم في علبه واحده كده، بيبقى شكلهم برضو لذيذ ويبقى سهل عليا ان انا اجيبهم وما بيتوهوش ابدا.
هنا هحط بقى كل اتنين في قلب بعض كده، او العلب اللي هي متشابهه بحطهم كلهم في قلب بعض عشان طبعا توفر لي مساحه. الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. اقول لك ايه؟ طبعا بتفرق اكيد. ان انت تحطي الحاجه كده بنظام ولا تحطي الحاجه كده بهرجله. تيجي بقى تطلعي مثلا علبه تلاجة مزنوقه فيها حالا اهو، تبص تلاقي الغطا بتاعها ضايع. لا، هو كده افضل حاجه، يا اما العلب كلها في قلب بعضها، يعني الطقم كله على بعضه وترصي بقى كده عادي، يا اما مثلا اللي مش متوفقين بتجمعي العلب كلها مع بعضها والغطيان لوحدهم. براحتك بقى، يعني على حسب مزاجك. هنا حطيت الطاسات وحطيت جنبهم العلب زي ما انتم شايفين كده، والعلبه اللي بقول لكم عليها الخضره اللي فوق دي مجمعه فيها كل الغطيان بتاعه العلب اللي عندي. كده انجزت بصراحه، خلصت طبعا الضرفه اللي انا كنت عايزه اعملها، وعند كل الحلل اللي كانت بره، وعند كمان كل البلاستيكات اللي كانت مغسوله ومحتاجه تتعان. هنا هظبط بقى الرخامه كده في الانجاز عشان بقى ابدا اللي انا اعمل فطار وافطر ولادي كمان بالمره وانزلهم بقى الحضانه بتاعتهم. صليتي من على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحاجات دي مش هتاخد وقت، اللي هو فوطه مبلوله ومعصوره جامد كده وتقومي ماشيه بيها على الحاجه اللي عندك، هتبقى زي الفل وزي العسل. هنا بقى وقفت لان العيال كانوا عاملين دوشه بطريقه صعبه جدا جدا، وانتوا عارفين ان انا ماشيه على نظام الصيام المتقطع، فطبعا لما بقوم من النوم ببقى لسه مش فاطره، فببقى مصدعه جدا. لازم طبعا اكمل ساعات الصيام بتاعتي وما افطرش ابدا غير لما اعديهم، يا اما 16 ساعه يا اما 18 ساعه يا اما 20 ساعه على حسب طبعا قدرتك. المهم لبستهم سرحتهم وما ادراكي ما تسريحه الصبح كده، وعملت لهم سندوتشاتهم وفطروا ونزلوا. النهارده بصراحه طولت شويه في فتره الصيام بتاعتي، وبدال ما انا استنى 16 ساعه طبعا من ضمنهم النوم او من ساعه ما بوقف الاكل مثلا لحد تاني يوم الصبح، فطبعا انا بشوف انا يعني اخر مره كنت موقفه فيها اكل كان امتى، وبعد بقى من بعدها بشوف مثلا انا موقفه 5 اعد بقى من بعدها 16 ساعه. النهارده كسرت الحاجز شويه وقعدت ل 18 او بالظبط 17 ساعه ونص. قلت حلو جدا ادخل بقى اعمل فطار حلو كده، وعملت زي ما انت شايفه كده. طبعا ده مش فطار دايت، انا عارفه ان هو مش فطار دايت، لكن كان مروان كان حابب جدا جدا ان انا اعمل لهم السندوتشات دي. في هذا الوقت انا قلت هعمل سندوتش واحد بس، فطلعت 3 بيضات كده وقلت انا هاخد نص سندوتش وهو سندوتش. فببص لقيت المس بتاعت الحضانه بتتصل وقالت لي انا هبعت لك العيال النهارده هيبقى نص يوم. اقول لكم ايه يا جدعان، عايزه اقول لكم اتصدمت صدمه عمري كده. قلت لها ماشي يلا رجعيهم. المهم اول ما رجعوا من هنا وشافوني هبدا ان انا اعمل مطلعه بقى البيض ومطلعه الحاجه، قلت لهم خلاص انا هنعمل بقى لينا كلنا. على الرغم ان هم فطرتهم وكده، لكن السندوتشات دي بجد بتفتح نفس الولاد بطريقه حلوه جدا جدا. فلو العيال عندك بيغلبوكي وقت الصبحيه اعملي الفطار القمر ده. قطعه لانشون حلوه كده، نص واحده او واحده براحتك، شريحتين طماطم على شريحتين فلفل اخضر او ملون براحتك اللي عندك اللي متوفر، شريحتين زيتون لو متوفرين براحتك خالص. هنا لو عايزه تكملي دايت فهتضربي البيض بمعلقه شوفان او معلقتين. هنا انا هعمل بالعيش العادي، فضربت البيض بملح وفلفل اسود ورشه زعتر، وبدات ان انا احطهم كده على الخضار وبقوم كافيه عليهم الرغيف. انا هنا في الوقت ده شفتي طبعا الرغيف اهو، انا طبعا بقسمه على نصين زي الكريب كده بس بالنص يعني. هنا انا هاخد ربعه ليا انا كفطار. بصراحه وحشني ومش عايزه اكل النهارده شوفان، ما كانش على بالي يعني، فقلت خلاص يعني يوم كده على يوم كده، وكده كده انا مش منع العيش انا مقلله، فحلو لما اخد مثلا ربع الرغيف ده او نصه حتى برضه هيبقى حلو جدا جدا. المهم ان انا اكون خلصت ساعات الصيام بتاعتي وابدا ان انا افطر بعد الساعات، ما اكسرش الصيام بتاعي على طول. كان في متابعه جميله قالت لي بلاش تشربي لبن الصبح لانه بيكسر الصيام. انا عارفه ان هو بيكسر الصيام، لكن انا ببقى خلاص فطرت، ببقى خلاص وقفت صيام. بالمناسبه في تطبيق حلو جدا 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 للصيام المتقطع، بيعرفك انت بدات الساعه كام ودنيتك كام ووزنك كام، بتكتبي طبعا كل التفاصيل دي قبل ما بتدخلي البرنامج، وبيعرفك بقى انت مثلا صمتي النهارده الساعه 5 انت كده مثلا خلاص وقفي صيام، لا انت كده زودتي عن الصيام مثلا بساعتين، فده حلو جدا. دلوقتي مستوى مثلا السكر في الدم بقى ايه، انت دلوقتي في مرحله حرق الدهون. بجد التطبيق عجبني جدا جدا، قمر. اسمه ايه؟ اسمه الصيام المتقطع. ورسمه شوكه كده وعليها 3/4 دوريايه كده. المهم ابقى اجيبه لكم مره كده، ابقى اصوره لكم عشان تبقوا ماشيين عليه. حلو جدا. عايزه تعملي تمارين ولا حاجه، بيبقى كل حاجه على البرنامج، كل حاجه.
هنا طبعا بقى بمجرد ما الولاد كده طلعوا عملت لهم نسكويك زي ما انتم شايفين كده، وكان واحد صاحب مروان بقى قاعد معاهم وكده، قلت له هعمل لك بقى نسكويك معاهم، فعملت لهم 4 زي ما انتم شايفين كده، وعملت لنفسي كوبايه نسكافيه حلوه كده، نسكافيه بلاك مش بيكسر الصيام. انا عارفه ان اللبن هو اللي بيكسر الصيام، بس انا كده كده خلاص انا بفطر، انا خلاص هوقف الصيام، فهدخل بقى في مرحله ايه اللي انا هفطر بقى وخلاص هبدا يوم جديد. تمام، فانا بحط بس ايه يعني ربع كده الكوبايه بتاعتي ميه مغليه، وبعد كده بزود لبن ساقع من التلاجة، فبيبقى يا دوب عايز يتشرب حالا. مش قادره اقول لك الكوبايه دي بتفوقني قد ايه، مش قادره اقول لك بحس بلذاذه كده لما بشربها. تعالي بصي على القمر، على الجمال، هجيب لك منظر الكوبايه اصلا من نفسها كده تجوع، اقسم بالله شكلها حكايه. والنسكافيه لسه بقى بينزل كده، يعني يا سيدي يا سيدي على الدلع يا خراشي. بص الشكل، بنهار يا جدعان. بجد حلوه جدا. طبعا هنا ممكن تزودي لها بقى مكعبات تلج ويبقى ايس كوفي، بس انا مش بحبه هو ولا سخن ولا ساقع متلج، يعني بحبه اللي هو يتشرب عادي، اللي هو دافي يعني. وخلاص عملت الفطار، سندوتشات حكايه مع كوبايه النسكافيه القمر دي بنص كوبايه بس من اللبن، كده كده انا فطرت خلاص. ونبدا بقى يومنا بقى. خلاص فطرنا انا والولاد وكله متفل و14، دخلت بقى مطبخي كده، قلت بقى اما ابص كده عليه اشوف انا ورايا ايه. النسكويك عينته في مكانه، والنسكافيه كمان، وكان بقى بابا ربنا يخليه لنا كان جايب لي عيش، وحمايه كمان كان باعت لنا كام رغيف كده، لان احنا كان العيش عندي يا عيني خلصان، فاللي هم ايه بعتوا لنا بقى كام رغيف كده حلوين والله كتر خيرهم. وقلت بقى ايه احط كله كده على بعضه في قلب الفريزر، واقوم حطاه يعني، وبعد كده لما ابقى احب بقى ان انا اطلع للولاد اقوم مطلعه على طول. جربوا ان انتوا تعملوا الفطار اللي انا عملته الصبح ده للولاد، بجد بيبصي اقول لك ايه، بيفتح النفس، والعيال بتتلهف عليه. يعني انا دايما اقول لهم تفطروا ايه مثلا، اللي عاوز كذا واللي عاوز كذا واللي عاوز كذا، مره يقولوا حاجه تتغمس بقى وفول وطعميه وبطاطس وبتاع، مره يقولوا بطاطس وبيض، مره بقى يطلبوا السندوتشات القمر دي، طبعا هم مسمينها سندوتشات بيتزا. فبجد طعمها حلو، بتشبع جدا جدا، وفي نفس الوقت مبهجه للولاد، وفيها كميه خضار حلوه، فيها بروتين. طبعا زي ما بقولك لو عايزه تستبدلي العيش عشان انت عامله دايت، ممكن تحطي توست اسمر، ممكن تستخدمي عيش تورتيه اللي هو بيبقى الاسمر برضو بالدقيق اللي هو الغامق. تمام، ممكن تحطي شوفان، مفيش ادنى مشكله، اي حاجه تستبدلي العيش طبعا بحاجه تكون صحيه. اظن انا مدلعاكو، بنعمل كل حاجه اهو. لو انا يعني بعمل رجيم انا بقولك انا بفطر ايه بتغدى ايه والكميه والدنيا، وقلتلك على التطبيق اللي انا ماشيه عليه. بتعملي رياضه، ساعات بعمل رياضه الصبح كده على التليفون، يعني بجيب مثلا رياضه تكون على اليوتيوب او على البرنامج اللي بقولكوا عليه واقعد انفذها، وساعات لا، يعني بصي على حسب الغزاله تكون رايقه يعني. دلعاكوا احلى دلع، وفطار مختلف، وكل يوم تقريبا بنعمل حاجه عشان انتي تتشجعي وتاكلي اكل دايت او تاكلي اكل صحي. مش لازم ان الاكل الصحي يكون مسلوق، ممكن نمنجه نفسنا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وناكل ونشبع ونبقى 100 فل و14. عايزه اقول لك ان انا بقيت يعني ادي لنفسي الايحاء ان الشوفان ده في كميه شبع رهيبه، ولذلك معلقه او معلقتين على البيض وبعملهم في الفطار باي شكل واي نوع انا عايزاه. بقيت دلوقتي بشبع من نص الحاجه، تخيلي. كان الاول طبعا لسه يعني لسه ببقى حاسه ان انا لا لسه محتاجه ان انا اكل كمان والكلام ده. طبعا انت لما بتعودي جسمك على نظام معين بيمشي عليه، مش بالغصب، بالحب، اللي هو انا بعمل لك كل حاجه اهو. جعان خد لك كوبايه مش عارفه كذا، عطشان خد لك كوبايه مثلا ينسون، خد لي كوبايه مش عارفه، كل ده من غير سكر. وطبعا تدريجي، عمرك ما تمنعي السكر مره واحده، الحاجه هتبقى طعمها وحش جدا، لكن لما تقللي ربع بس، ربع معلقه يتيمه، هيبقى الموضوع فارق جدا. يعني لو بتشربي الشاي بكوبايتين سكر خليها كوبايه ونص، النص دي مش هيفرق تماما، او ربع حتى. بعد كده خليهم معلقه، انا قلت كوبايه، معلقه. معلقه صغيره، وبعد كده هتبداي المعلقه دي تجزئيها بقى. مره مثلا تستبدلي المعلقه دي بسكر اصلا سويتال اللي انا كنت بستخدمه معاكم عشان اعرف اقلل السكر، فاستخدمت سكر سويتال، وبقيت اللي انا استغنى عن السكر العادي خالص خالص، وبقيت اللي انا استخدم اللي هو السكر بتاع سويتال. وبعد كده بعد شويه بقيت اللي انا اقسم الكيس ده على مشروبين، وبعد شويه بقى على 3 مشروبات. لذلك بقى لما خلصت العلبه قررت اللي انا، لاني بحط اقل من ربع معلقه على المشروب اللي انا عايزاه، فبجد فرق جدا جدا معايا.
هنا عملت لولاد جيلي، انا بعمله بعصير الفراوله، بستبدل الميه الساقعه بعصير الفراوله المركز. خدي بالك من الحكايه دي، بيبقى تقيل جدا. طيب عملتي ايه يا دودو؟ انا جبت الجيلي وحطيت 3 بكاوي على 3 كوبايات ميه مغليه، بمعلقه مثلا او معلقتين من السكر العادي، انا مش هاكل منه فحطيت سكر عادي. تمام. وقلبتهم كويس جدا مع بعض. جبت بقى كيس فراوله كده بسكر برضو، وضربته بحبه ميه صغيرين بالهاند بلندر. بجد انجاز، عايز اقول لك، ولا خلاط بقى ولا تغسلي خلاط ولا الكلام ده كله. وبعد كده حطيت على الكميه بتاعه الجيلي ال3 بكاوي، حطيت 1.5 كوبايه من عصير الفراوله، فكده بيبقى مركز. وحبيبات الفراوله تحفه مع الجيلي، عايزه اقول لك خيال، حبوه جدا جدا جدا. يمكن بيزهقني شويه لان بيبقى عامل رغاوي على الوش، لكن لما بيتجمد بجد بيبقى حلو قوي قوي. عايزه اقول لك ما باتش، حبوه. ومش عايزه اقول لك خطير، خيال يا جدعان. انا دايما بعمله كده، وده احلى طعم للجيلي، وبيبقى جامد ومتماسك، والقطعه بتتهز كده بس مش صيصه، مش اللي هو الجيلي اللي يطلع يقعد ربع ساعه يفك ويسيح، لا، ما شاء الله بيبقى حلو جدا وطعمه لذيذ. فانا قلت اعمل لهم حاجه حلوه كده تكون في التلاجة، وادخل بقى كده على مواعيني. جمعت طبعا كل ده مواعين الفطار. حد يقول لي جم منين؟ انا ما اعرفش، انا والله ما اعرف. الطبق اللي كنت حاطه فيه اللي هو البيض اللي انا كنت عاملاه معاكم، السندوتشات بتاعت الصبحيه، طبعا لسه ما بقالناش كتير يعني، ده الظهر لسه يا دوب مأذن. الهاند بلندر اللي عملت منه الجيلي، كوبايات النسكويك وكوبايه النسكافيه والكلام ده كله، والطبقين دول كانوا باقيين من امبارح، من يعني حاجات كنت عاملاها لهم وكده. وكمان طبق اللب المعتاد، والطبق الاخضر ده برده كان فيه فاكهه. فكل ده جمعته كده وقلت يلا اما اغسلهم. قومي يلا تشجعي معايا، بمجرد ما تحطي ايديكي في ميه هتلاقي التشجيع جالك كده، والنشاط جالك من حيث لا تدري. المواعين اللي بتتكاثر ذاتيا ما تفهميش بتيجي منين، يلا هنعمل ايه؟ المهم تشجعي وقومي يلا اغسليهم كده معايا. في ناس كتير في اليومين دول بيقولوا اغسلوا بميه سخنه، والله مش قادره ان انا اغسل بميه سخنه، غصب عني. انا اتعودت على الميه الساقعه وحسيت ان هي حلوه كده مع المواعين. طبعا في وقت الشتاء الجامد اكيد هنشغل السخان ونشتغل بميه سخنه، لكن في الوقت الحالي الجو قمر اصلا. اوعي تضحكي على نفسك وتقولي الجو ساقعه، الجو ساقعه فتره بالليل، انما بالنهار الشمس طالعه وجميله ودافيه. ونشري بطاطينك ونشري حاجتك. بصي ادخلي الاوضه اللي انت عايزه تروقيها، طلعي كل الفرش بتاعك بره في الشمس، هتبصي تلاقي السراير بقت فاضيه. اعدلي ملاياتك ودفاياتك ودنيتك، ودخلي بقى حاجتك كده واحده واحده، هتلاقي الحاجة بقت زي الفل وزي العسل، والله بجد. لأن الشمس اليومين دول حكاية حلوة جدا. وقت الصبحية قبل الساعة 8 الصبح تكوني طالعة كده مدية للشمس كده ظهرك وتقعدي شوية. الشمس بتاعت الصبحية دي حلوة جدا جدا، وأحلى فيتامين د طبيعي. فاوعي تستخسري في نفسك ولا في عيالك الشمس بتاعت اليومين دول. الجو اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله دخلت شتاء يا جدعان، شتاء وزعابيب ورعد وبرق وحكايه. محبين الشتاء هينضموا لي، مش محبين الشتاء هيقولوا لي ايه اللي انت بتقوليه ده. طبعا انا عشان بحب الشتاء فببقى منشكحه جدا بالفصل ده، لان انا من اعداء الصيف، يعني من اعداء الحر والفرهده. بس هنعمل ايه؟ ربنا خلق ده وخلق ده، فلازم نتاقلم على ده ونتاقلم على ده. صليتي بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قومي يلا شوفي اللي وراكي في البدري، قومي يلا اصحي بدري كده، وقومي كده فتحي دنيتك كده، واغسلي لك طبقين كده حلوين، حطي دوره غسيل كده حلوه، قومي كده شغلي حاجه جنبك تسمعيها تديكي ايحاء ان الدنيا لسه بخير. حاجات من ايام زمان، اهالينا زمان كانوا بيفتحوا الدنيا وينشروا البطاطين وينشروا المخدات ولعب العيال والدباديب وكل الكلام ده كانوا بيطلعوه في الشمس، ويشغلوا اذاعه القران الكريم ويكنسوا بقى، يمسحوا يزعفوا حبه مواعين، يطبخوا على الرايق. والله بجد كان عقلهم رايق، عقلهم رايق، لان ما كانش فيه وسائل تواصل اجتماعي. دلوقتي احنا الوقت الراحه بتاعتنا يا بنمسك التليفون يا بنقعد على النت. فزمان كان في حاجات كتيره جدا جدا ومسليه وحلوه خالص خالص. الجو ايام زمان كان احلى واحلى واحلى من دلوقتي. العشره والدنيا والحوار كل حاجه ايام زمان كانت جميله. بس هنقول ايه؟ قول لي الزمان ارجع يا زمان. المهم طبعا غسلت مواعيني كلها، وانتوا عارفين انا بحب اضرب دايما عصفورين بحجر، فعلقت على الاكل بتاعي وانا بغسل المواعين. عملت بصلايه كده حلوه قبل ما اغسل المواعين، قشرتها وخرطتها كده صغير، وقمت جايه حطاها ومشوحه فيها كيس من الفاصوليا الخضراء من الفريزر.
بعد كده نزلت عليه بالطماطم وسبته بقى يتسبك كده مع بعضه، وفي الاخر هحط التوابل وخلاص الاكله بتاعتي بقت جاهزه وزي الفل. هنا بقى هعمل شويه رز كده بشعريه زي ما انتم شايفين، واول ما يخلص خالص بقى الاكل اكون خلصت مواعيني واكون كمان غديت الولاد. شفتوا في الانجاز يا برنس. طيب هتتغدي ايه يا دودو؟ هتغدى 3 معالق من الرز واحط عليهم يعني كبشه حلوه كده او كبشتين 3 من الفاصوليا. ده يا جماعه خضار وانا بعشق الخضار. عودي نفسك في اخر الخضار لما يجي يستوي قبل ما تطفي تكوني حاطه فص واحد بس من الثوم. غديت الولاد وقعدنا كتبنا الواجبات والدنيا والحوار، وطلعت بقى كملت غسيلي وطلعت عشان انشر. هنا خلاص خلصت غسيلي، وانا بحب بجد اللي انا اقف بقى اشرب كوبايه شاي كده بنعناع واطلع بعد ما انشر اقف شويه. فعايزه اقول لكم وانا واقفه لقيت المنظر القمر ده. بصوا الشمس كانت بتغرب وانا بحبها جدا لانها بتبقى عندي بالمنظر اللي هو الاورنج اللي بعيد ده، فالشكل بيبقى حلو جدا. ببقى حابه ان انا اقف استنى انا واقفه لحد ما الدنيا تليل. ما بحبش انشر ابدا بالليل، لكن قبل المغرب بنص ساعه بطلع انشر واقف بقى اشرب كده كوبايه شاي بنعناع. خلصت يومك؟ انا لحد هنا كنت خلصت يومي. فخلاص طبعا انا بصي دخلت المطبخ تاني، فضيت بقى الحله بتاعه الفاصوليا وغسلتها وقلت اما اروق بقى على العيال. فاتصلت بجوزي قلت له بقول لك ايه، الماتش خلص. قال الماتش خلص. قلت له تعالى بقى اسهر معانا كده وتعالى اعمل لكم شويه حاجات كده نسهر، وعامله جيلي وكان عندي جلاش كمان وكان عندي كام حاجه كده. قلت اما اطلعها لهم. اول ما جه غديته وقمت جايه بقى هنا على طول دخلت اعمل لهم فشار. انا بعمل فشار بالزبده احلى بكتير من ابو زيت. انا بحط معلقه زيت ومكعب زبده بحطه فيهم الفشار، وبحط نص معلقه من الملح كله على بعضه كده، واسمعي بقى على العالي كده احلى بقبقه. شايفه الجمال؟ بيبقبق مش بيطرقع، ده بيدخل في قلبي والله. المهم عملت لهم الطبق الحلو ده، فالعيال بقى عاوزين احط لهم في البوكسات بتاعتهم. هنا هزود رشه من الملح، وكان عندي كمان طعم الجبنه فحطيت لهم طعم الجبنه. على فكره عجبني جدا 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 ان هو يبقى فشار بالجبنه، عجبني. هم عايزين الملح يعني، هم لما دقوه قالوا لا الملح احلى. طبعا انا حاطه عليه ملح وكل حاجه بس مش كتير، بحط حبه كده صغننين. وهنا بقى زودت زي ما بقول لكم اللي هو طعم الجبنه. دول حبه كده كانوا ب10 جنيه من عند العطار. بتقولي له هات طعم شيبسي، يكون بطعم الكباب، يكون بطعم الجبنه، الكاتشب، براحتك اللي انت عايزه، شطه وليمون اللي انت عايزاه. فانا لقيته عندي كنت جايباه يعني من فتره وقلت اما احطه. عجبني جدا وعجب جوزي جدا جدا. العيال عجبهم، بس مروان اللي قاعد يقول لي لا انا عاوز اللي هو من العادي اللي بالملح. قلت له خلاص خلصوا وانا اعمل لكم كمان. فاول ما خلصوا كده كان بجد كان طعمه حلو جدا، وكنا سهرانين بقى قدام افلام جميله. اول ما خلصوا زي ما انت شايفه كده عملت لهم حله كمان بس كبيره شويه، شويه هحط عليهم ملح بس، وشويه بقى هزود عليهم برضو طعم الجبنه. جربيه احسن من الفشار العادي. انا عن نفسي عجبني الطعم. طبعا الحاجات دي اذواق يعني، في اللي يقبل وفي اللي ما يقبلش. فاهمين ازاي؟ انا هنا كنت حطيت بس هاخد بقى من جنب كده وهبدا احط العيال من اللي هو مش معمول عليه جبنه. تمام. بس انا عن نفسي عجبني اللي هو انا عايزه لما احب فشار احط عليه طعم جبنه، طعم شطه وليمون، اي حاجه من الاطعمه دي بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا عمال يتنطور يمين وشمال سخن جدا بس كان بجد حكايه. بعد شويه قلت لهم بقول لكم ايه، انا مطلعه منجايه حلوه كده من الفريزر. طبعا احنا مفرزين مع بعض الفراوله اللي عملنا بيها الجيلي، ومفرزين كمان مع بعض برضو مانجا. المانجا دي كانت زبديه، كانت كبيره وحلوه ومبقلظه كده، فطلعت واحده بس كانت تلج كده. المهم قشرتها من بره، او جوزي قشرها لي يعني خليته يتولى المهم. قلت له بالله عليك ايديا خلاص مش قادره بجد من كتر ما هي متلجه، ايديا وجعتني. المهم قشرها لي واستعنت بقى انا شويه وهو شويه. هي منجايه بس والله كانت بجد طالعه حكايه بنقول شعر. المهم انا هنا كان عندي بقيه فراوله باقيه من الصبح. قلت لا انا هعمل الكاسه الطويله الحلوه دي، هعمل نص فراوله ونص مانجا. فجيت بقى احط كده في الكوبايات، يا دوب طلعوا 5 على قد العيال وابوهم. قلت لا مش عايزه، انا مش هاخد مانجا. انا طبعا كنت وقفت طبعا واكلت لي شويه فشار وكده، وقفت وبدات صيام يوم جديد. وبما ان صاحب مروان لسه عندنا فعملت له كوبايه هو كمان. هنا بقى حد يقول لي على طريقه اللي انا اغمض بيها عيوني
اقوم فجأة كده مفتحاها الاقي المنظر ده. طبعا المواعين بقى اللي طلعت من العصير والجيلي والحاجات اللي انا عملتها والفشار والكلام ده والحلل والكلام ده، غسلت كل الحاجات دي وقلت بقى في الانجاز نفسي اغمض كده عين واصحى، يعني افتح كده الاقي الحوض عندي فاضي والرخامه بقى فاضيه والبوتاجاز نضيف. يا سلام على الراحه النفسيه يا ولاد. المهم طبعا مشيت على كل الكلام ده ونضفت البوتاجاز وعملت كل حاجه، وده كده كان يومي النهارده. يا رب يكون عجبكم. حطي بسرعه لايك على الفيديو واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا، ومع الف مليون سلامه. هتوحشوني.